بتتعبي من كتر ما بتعيدي نفس الكلام؟ بتحسي إن مفيش فايدة غير لما تعلي صوتك؟ تخيلي إن كلمة واحدة ممكن تخلي طفلك يسمعك من غير ما تتنرفزي ولا تصرخي. إحنا كأمهات ساعات بنفتكر إن الحل الوحيد إننا نزعق علشان الولاد يسمعونا، لكن الحقيقة إن ده بيخلي الطفل يقاوم أكتر ويقفل ودانه، والنتيجة خناق وزعل ودموع. طيب في حل؟ والحل بسيط جدا. الكلمة السحرية، الكلمة دي هي اسمه. لما تقولي آدم ممكن تيجي لحظة، أو ليلى سامعاني، انت كده بتخلي عقله يوقف كل حاجة ويركز معاكي فورا. الطفل بيسمع اسمه فيحس إنه مهم، وإن الكلام ليه هو مش لأي حد. والأجمل إنك مش محتاجة تعلي صوتك، لأن عقله تلقائي بيركز لما يسمع اسمه. ولما تجمعي بين نداء اسمه ولمسة هادية على كتفه أو نظرة مباشرة في عينه، التركيز بيكون كامل. جربيها مرة ورا مرة وهتتفاجئي إزاي طفلك هيبدأ يسمعك أكتر من غير ما ترفعي صوتك. الموضوع مش سحر، دي طريقة ذكية توصل لقلب طفلك قبل ودنه. جربي الكلمة دي النهاردة وقولي لي في التعليقات هل طفلك سمع من أول مرة؟ ولو حبيتي طرق تانية عملي للتواصل مع أولادك، ما تنسيش تعملي متابعة علشان يوصل باقي الأسرار.